رمز أو كود روحاني قوي لجلب الحبيب حتى لو كان بعيد وبينكم بحور، مسافات وقارات. سيرجع لك وهو مشتاق لك، نادم على كل دقيقة كان بعيد فيها عنك. سيبكي ويقبل رجليك ويديك لكي تعفي عليه وتسامحيه حتى لو كنت أنت الغلطانة في حقه. سيفكر فيك في كل دقيقة ويتخيلك في كل مكان وزمان. قسما برب الكعبة سيحبك محبة شديدة ويكره كل النساء غيرك أنت. لن تحلى له أي امرأة. اربطي عن الخيانة وعن الفساد واجعل ذكره بارد مع كل النساء غيرك أنت. اعمليها لطليقك أو حبيبك. سيتم الصلح والرجوع خلال أسبوع حتى لو بينكم سحر التفريق والكراهية. عمل شامل لجلب الحبيب، محبة نارية وتهييش قوي، وإبطال كذلك لجميع السحور والعكوسات والأسحار. جربيها الآن وردي علي يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات الغاليات على قلبي. أتمنى يا ربي هذا الفيديو يلاقيكم بصحة جيدة وتكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات، يسر أمور متابعاتي وابعث لهن الخير واجعل أيامهن كلها فرح وسعادة يا ربي. تفرج عليهن كرب الدنيا والآخرة، وأي وحدة دخلت على هذا الفيديو تحقق لها ما تريد يا رحمن يا رحيم. أود أن أشكركم على كلامكم الطيب في حق وصفاتي وفي حق أعمالي. والله العظيم أفرح كثيرا عندما تجربون وصفات ويجيبوا معكم نتيجة، ولا أي وحدة اشتغلت لها بيدية. فربي اصطفاني وأعطاني هذه البركة لكي أنتفع بها أنا وينتفع بها الغير. فحبيباتي، للتواصل من أجل الأعمال الروحانية القوية أترك لكم دائما في صندوق الوصف في أول تعليقات جيميل للتواصل. كونوا قويات ولا تخلوا ابن أي مرة يضحك عليكم. يعني اللي عنده سحر تفكوا، اللي عنده عكوسة تفكها، اللي عنده أي حاجة ولا أي عارض تفكوا، ولا تخلوا ابن أي مرة يضحك عليكم. وحذاري، فأنا لا أملك أي حساب على التيك توك، فأولئك الحسابات فهي حسابات وهمية. أنا لدي فقط هذه القناة على اليوتيوب، فكونوا على بال. والطريقة الوحيدة للتواصل هي الجيميل. لكي لا أطيل عليكم، بالنسبة هذا العمل حبايبي قوي وحصري على قناتي. الشروط: النية، السرية التامة. الحاجة عندما تكون مستورة رب العالمين ييسر فيها، واستعينوا على أموركم بالكتمان. الطهارة ضروري، لا تكوني لا على حيض ولا على جنابة في هذه الوصفة. بالنسبة اليوم أي يوم، والوقت أي وقت مناسب لك أنت حبيبتي. هذو هما الشروط. بالنسبة للمكونات، راح تحتاجين قلم في أي لون، وراح تحتاجين حبيبتي الغالية ورقة بيضاء. حتى إذا كانت مسطرة ليس هناك مشكل، المهم تكون ورقة بيضاء وقلم. وراح تحتاجين عطرك، يعني اي عطر عندك عطر. هادو هما المكونات. انا اعمل وصفات سهله وبسيطه، لان في ناس كتير هنا مثلا في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي مكان في العالم يعني يكون صعب عليهم يعملوا الوصفات او يتحصلوا على المكونات. لذلك اعمل اغلب الوصفات بورقه بيضاء وقلم، وبتكون مفعولها قوي. فحبيبي راح تاخذين الورقه البيضاء، هي هذه. بسم الله، راح أقرب لكم. فأول شيء حبيبتي ماذا تفعلين؟ تأخذين قلم في أي لون وتكتبين في كف يدك اليسار. الكف يد اليسار تكتبين هذا الرمز أو هذا الكود الروحاني، تكتبين هكذا. هكذا 3 9 8 398. وهذا الرمز الروحاني تكتبينه في كف يدك اليسار. بعد ذلك يا حبيبتي الغالية تكتبين في هذه الورقة، تكتبين نفس الرمز هكذا 3 9 8. لكن في الورقة 8 تضعين في الوسط خط على هذا الشكل، نقطة هنا ونقطة هنا. و9 تكتبين داخلها هنا حرف الميم، وهنا حرف العين. بالنسبة لرقم 3 راح تاخدي خط على هذا الشكل تقسميه على نصفين. وبالنسبة لهذا الجدول، هذا الجدول تكتبين به هنا
جلب، طاعة، محبة، تهييج، قبول، سلب، ربط، رجوع، رجوع. وهنا تكتبين في هذه الخانة نقطة. يعني راح اقرب لكم تشوفوا: تهييج، قبول، نقطة، جلب، طاعة، محبة، سلب، ربط، رجوع. وأسفل من هذا الرمز، أسفل من هذا الرمز تكتبين: بحق هذا الرمز الروحاني، بحق هذا الرمز الروحاني العظيم، هذا العمل يزيل عنك كل الأسحار والعكوسات والأشياء التي تبطل حياتك وتعكسها، وتجلب لك الحبيب حتى لو كان بعيد. يعني هذه الوصفة سهلة وبسيطة، لكن مفعولها صراحة يعني رهيب. بحق هذا الرمز الروحاني العظيم شحنتكم بطاقة النجوم، شحنتكم بطاقة النجوم، شحنتكم بطاقة النجوم، وناديتكم من كل صوب، من كل صوب، لكي تقضوا حاجتي، لكي تقضوا حاجتي. فكوا عقدي، فكوا عقدي، وأبطلوا أسحاري، واجعلوني أنا فلانة بنت، يعني اسمك واسم أمك، أنا فلانة بنت، واجعلوني أنا فلانة بنت فلانة أشع بنور الروحانيات، وأسر الناظرين. اجعلوني أنا فلانة بنت فلانة أشع بنور الروحانيات وأسر الناظرين، وأسر الناظرين. اجعلوني حلوة كحلاوة السكر، اجعلوني حلوة كحلاوة السكر في أعين فلان ابن فلانة، اسم حبيبك، زوجك أو طليقك، واسم أمه. إذا ما عرفتيش اسم الأم أو شاكة فيه اكتبي يعني فلان ابن حواء. واجعلوني حلوة كحلاوة السكر في أعين فلان ابن فلانة. كرهوه النساء واجعلوه مربوطا ربطا قويا، أبي يرجع لي الآن. بحق هذا الرمز الروحاني العظيم شحنتكم بطاقة النجوم، وناديتكم من كل صوب لكي تقضوا حاجتي. فكوا عقدي وأبطلوا أسحاري، واجعلوني أنا فلانة بنت فلانة أشع بنور الروحانيات وأسر الناظرين. اجعلوني حلوة كحلاوة السكر في أعين فلان ابن فلانة. كرهوها النساء واجعلوه مربوطا ربطا قويا بي يرجع لي الآن. تأخذين بعد ذلك حبيبتي الغالية العطر، أي عطر تعطرين به هذه الورقة. أحبابي تكون صغيرة، أنا دائما أكبر الورقة
اكتبوا بخط كبير عشان الكتابة تبين معكم. بعد ما عطرنا هذه الورقة، تأخذين الورقة تقومين بلفها جيدا وتضعينها في كف يدك اليسار، الكف اليد اليسار التي كتبنا فيه هذا الرمز. تضعين الورقة هكذا، تغلقين على هذه الورقة وتضعين يدك على قلبك. تضعين يدك على قلبك ويدك على قلبك. تقولين 7 مرات هذه العزيمة. تقولين: اجعلوا طاقة الحب تكتسح المكان وتجتاح كيان فلان ابن فلان، يعني اسم حبيبك واسم أمه، لكي يحس بي ويرجع لي الحين. اجعلوا طاقة الحب تكتسح المكان وتجتاح كيان فلان ابن فلانة لكي يحس بي ويرجع لي في الحين. يرجع لي في الحين أو الحين 7 مرات. بعد ذلك هذه الورقة حبايبي تقومين بحرقها في النار، ويدك تقومين بغسلها عادي جدا. وبالنسبة للرماد اللي راح يشد، تخلصي منه بأي طريقة تريدين أنت مناسبة لك. جربيه حبيبتي الغالية، والله العظيم قوية، تزيل عنك النحس وتبطل العكوسات. إذا كان في نحس أو في طاقة سلبية بينك وبين الطرف الثاني، أمورك متعكسة، عملي هذا العمل وهذا الرمز الروحاني القوي وردي علي حبيبتي الغالية.